لو معاك من 400 ل500 ألف جنيه ونازل سوق المستعمل، فأنت أكيد محتار تشتري حاجة موديل عالي بس صيني، والّا تشتري وحش ياباني أو كوري بس موديل قديم شوية. النهارده عملنا مقارنة بين كل المتاح في السوق وصفيناهم لأفضل 10 عربيات هيحققوا لك المعادلة الصعبة: الاعتمادية، توفير بنزين، قطع غيار في كل حتة، وسعر قطع غيار معقول. وهاقول لك في الفيديو ده سعر كل عربية فيهم ومميزاتها وعيوبها، والأسعار دي هي متوسط السوق وقت تصوير الفيديو، والحالة الفنية هي الفيصل طبعًا في السعر النهائي. اضغط اللايك المتين واشترك في القناة ويالّا بينا. أول عربية معانا نيسان صاني N17 موديلات من 2015 ل2018. العربية دي محركها 1500 سي سي، 108 حصان، العزم بتاعها 134 نيوتن متر، الفتيس اوتوماتيك من 4 سرعات تقليدي، وسعرها النهارده بيبدأ من 420 وبيوصل لحد 480 ألف. مميزات العربية دي: صالونها واسع جدا، كنبة خلفية مريحة، تكييف تلاجة، توافر قطع الغيار طبعا في كل مكان جديد واستيراد، وإعادة البيع بتاعتها في لمح البصر. عيوبها ان ثباتها ضعيف شويه على السرعات العاليه فوق ال 120، وخاماتها الداخليه فقيره، بلاستيك رخيص، وعزل الصوت بتاعها ضعيف. طيب ليه تشتري العربيه دي؟ العربيه دي منتشره جدا وكل الصناعيه بيفهموا فيها، وقطع غيارها هتلاقيها في السوبر ماركت، اعاده البيع في يومين بالظبط، ومساحه داخليه واسعه جدا. تاني عربيه معانا هي الميتسوبيشي لانسر شارك موديل من 2010 ل 2013. المحرك بتاعها بيبقى 1600 سي سي، قوته 117 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن متر، افتتاحها اوتوماتيك من 4 سرعات تقليدي، وسعرها في السوق حاليا من 440 الى 495 الف جنيه. مميزات العربيه دي انها اعتماديه يابانيه، ثبات ممتاز على الطريق مقارنه بالمنافسين، شكل رياضي لسه ليه هيبه، وموتور بسيط واعطاله نادره. عيوبها: استهلاك البنزين عالي شويه، عزل الصوت الارضي مش الافضل، والصالون بتاعها من جوه تصميمه قديم وفقير في التكنولوجيا. طيب ليه تشتري العربيه دي؟ العربية دي حمولة لأقصى درجة، صاج من حديد، موتور وفتيس يعيش العمر كله، وشكل لسه ليه هيبة. تالت عربية معانا هي الرينو لوجان الشكل التاني، موديلات من 2016 ل2019. محركها 1600 سي سي، قوة 110 حصان، عزم دوران 148 نيوتن متر، الفتيس بتاعها اوتوماتيك من 4 سرعات AL4 المطور، سعرها من 410 إلى 475 ألف. مميزات العربية دي إن فيها أفضل وسائل أمان في فئتها: ABS وإير باجز 2 قدام وEBD، عفشة ناعمة جدًا ومناسبة للمطبات، استهلاك البنزين بتاعها اقتصادي. بالنسبة لعيوبها: الفتيس الأوتوماتيك الAL4 ده حساس جدًا وبيحتاج تغيير زيت بانتظام، وأسعار قطع الغيار بتاعتها الأصلية أغلى من الكوري والياباني. طيب ليه تشتري العربية دي؟ أمان أوروبي، airbags وABS وEBD، توفير ممتاز جدًا، وعفشة بتستحمل الشوارع المصرية. رابع عربية معانا الهيونداي الانترا اتش دي، موديلات من 2010 ل2012. العربية دي محركها 1600 سي سي، قدرة المحرك 121 حصان، العزم بتاعه 156 نيوتن متر، فتيسها اوتوماتيك من 4 سرعات تقليدي، سعرها لسه ماسك نفسه جدا من 460 ل 510 الف جنيه. مميزات العربية دي انها عملية لاقصى درجة، محرك قوي ونشيط، صيانة سهلة جدا عند اي ميكانيكي، وسعر اعادة البيع بتاعها هو الاقوى في القائمة دي. عيوبها ان وسائل الامان شبه منعدمة في الفئات الاولى بتاعتها، تصميمها بقى قديم ومكرر، العفشة بتاعتها ناشفة شوية. طيب ليه تشتري العربية دي؟ العربية دي بسيطة جدًا، الميكانيكا بتاعتها مفهومة لأي ورشة، وقطع غيارها أرخص من أي منافس في فئتها. خامس عربية معانا هي الشيري إريزو 5، موديلات من 2020 ل2022. العربية دي نازلة بمحرك 1500 سي سي، قوته 114 حصان، عزم دوران 141 نيوتن متر، فتيسها أوتوماتيك CVT ب7 سرعات وهمية، سعرها من 450,000 إلى 495,000 جنيه. مميزاتها إنها أحدث موديل ممكن تركبه بالسعر ده، شكله عصري جدًا، كماليات كتيرة، شاشة، كاميرا، فتحة سقف، وثباتها معقول جدًا. عيوبها إن صوت الموتور عالي مع فتيس CVT، التقفيل الداخلي بتاعها متوسط شوية، وقيمتها بتقل في إعادة البيع أسرع من الياباني. وبالنسبة للفتيس CVT ده محتاج سواقة هادية، ولو قرصت عليه طبعًا صوته بيعلى وتجميعه بيبقى بطيء، وكمان اعتمادية الفتيس ده على المدى الطويل أقل من الياباني، ومحتاج محافظة شديدة جدًا على مواعيد تغيير الزيت. طيب ليه تشتري العربية دي؟ لو بتدوّر على موديل عالي ومواصفات حديثة، شاشة، سنسور، فتحة سقف، بالسعر ده، فهي الاختيار المناسب. سادس عربية معانا هي الهيونداي فيرنا، موديلات من 2018 ل2019. العربية دي بتنزل بمحرك 1600 سي سي، قدرته 106 حصان، عزم دوران 144 نيوتن متر، الفتيس بتاعها مانيوال أو أوتوماتيك تقليدي. لو حالتها ممتازة بتعمل من 385 إلى 425 ألف جنيه. مميزاتها إنها صاروخ في الطريق بسبب قوة الموتور بالنسبة لوزنها، قطع غيارها ببلاش تقريبًا، وسهولة تامة في البيع والشرا. عيوبها إنها بتفتقر تمامًا لعوامل الأمان والفرامل، ضعيفة وغير مريحة في السفر، وثباتها شبه منعدم بعد سرعة ال100 كيلومتر ساعة. طيب ليه تشتري العربية دي؟ لو عايز عربية مدينة زيرو مشاكل، قطع غيار بملاليم، وموتور قوي جدًا بالنسبة لوزنها، هي دي. سابع عربية معانا هي تويوتا يارس بيلتا، موديلات من 2008 ل2012. العربية دي محركها 1300 سي سي، قوة 92 حصان، عزم دوران
21 نيوتن متر، فتيسها اوتوماتيك من 4 سرعات تقليدي، سعرها من 390 ل 450 الف جنيه. مميزاتها توفير بنزين خيالي، نعومه في القياده، واعتماديه تويوتا المعروفه طبعا، بتمشي سنين بدون اعطال، وحجمها مثالي للركن في الزحمه. عيوبها ان الموتور ال 1300 سي سي ده اداؤه هادي ومش بتاع جري، وصالونها ضيق شويه، واسعارها مبالغ فيها طبعا بسبب علامه تويوتا. طيب ليه تشتريها رغم قدم الموديل وصعوبه انك تلاقي حاله فابريكا بسهوله؟ بس دي تويوتا موفره جدا في البنزين، وموتورها ما بيقلش باصله ابدا. تامن عربيه معانا هي كيا سيراتو، موديلات من 2010 ل 2012، محركها 1600 سي سي، قوه 124 حصان، عزم دوران 156 نيوتن متر، الفتيس بتاعها اوتوماتيك 4 سرعات لموديل 2010 وست سرعات لموديلات 2011 فما فوق. العربية دي بتعمل النهارده من 465 إلى 505 ألف جنيه. مميزاتها إنها أجمل تصميم في القايمة، وده مش رأيي لوحدي طبعا لكن رأي أغلب الناس. موتور قوي وسحبه ممتاز، صالون واسع جدا وخامات جيدة جدا. عيوب العربية دي إنها واطية على الأرض، بتحك في المطبات لو محملة، عفشتها ناشفة، عفشة رياضية، وده بيخليها غير مريحة في الشوارع المكسرة، بس طبعا عفريتة على الطرق السريعة، وقطع غيارها أغلى سنة بسيطة من الهيونداي والنيسان. طيب ليه تشتريها؟ لأن تصميمها لسه شبابي وجذاب، ثبات كويس جدا، وقيمه مقابل سعر، وسرعه بيع ممتازه حاليا. تاسع عربيه معانا هي شيفروليه اوبترا، الشكل الجديد، موديلات من 2014 ل 2017، محرك 1500 سي سي، قدره 110 حصان، عزم دورانها 146 نيوتن متر، الفتيس بتاعها اوتوماتيك من 6 سرعات تقليدي، سعرها النهارده من 400 الى 460 الف جنيه. مميزاتها مساحات داخليه ممتازه للعائلات، شنطه واسعه، سهوله في الصيانه، وتوفر قطع الغيار. عيوبها ان اداء الموتور كسول شويه في التجميع، استهلاك البنزين بتاعها مرتفع نسبيا داخل المدينه، وتقفيلها الصيني بيظهر في بعض الاصوات من الابواب والتابلو والصاج مع الوقت. طيب ليه تشتريها؟ عربيه حماله اسيه، صالون واسع، ومريحه جدا في المشاوير اليوميه. 10 عربيه معانا هي الفيات بونتو ايفو، موديلات من 2012 ل 2015، محركها 1400 سي سي، القدره 77 حصان، عزم دوران 115 نيوتن متر، الفتيس بتاعها دوالوجيك مانيوال بدون دبرياج، او بنسميه نص اوتوماتيك، سعرها بيعمل من 380 الى 440 الف جنيه. مميزات العربيه دي ان تصميمها ايطالي شيك جدا، توفير بنزين ممتاز، ثبات رائع، وصاج قوي جدا محمل، الامان بتاعها امان اوروبي. عيوبها ان فتيس محتاج تعامل خاص وفهم لطبيعته، وقطع غيارها مش منتشره بره القاهره واسكندريه زي باقي العربيات. طيب ايه حكايه فتيس الديوالوجيك ده علشان الناس اللي هتسال في التعليقات؟ ده واحد من اكتر انواع الفتايس المظلومه في الفهم عند الناس، وهو اللي بينزل في عربيات فيات زي بونتو ايفو وجراند بونتو وفيات 500. طيب سريعا كده بيشتغل ازاي ببساطه؟ هو مش اوتوماتيك بالمعنى التقليدي، بس اسمه تقنيا AMT، اللي هو اوتوميتد مانيوال ترانسميشن. تخيل ان العربيه فيها فتيس مانيوال عادي، دبرياج وتروس، لكن بدل ما انت اللي تدوس على دواسه الدبرياج برجلك وتنقل العصايه بايدك، في روبوت او بنقول وحده تحكم هيدروليكيه هي اللي بتعمل المهمه دي بدالك. طب ليه الناس مش بتحبه؟ لان الفتيس ده في اصله مانيوال، يعني لو سوقته زي الاوتوماتيك العادي دواسه بنزين وخلاص، هتحس ان في نطره او هبده بسيطه بين كل غيار والتاني. التركه فين بقى في سواقته وانت سايق؟ اول ما تحس ان العربيه هتنقل، شيل رجلك من على دواسه البنزين سنه بسيطه زي ما كنت بتعمل في المانيوال، هتلاقي النقله بقت ناعمه جدا، وارجع دوس بنزين تاني عشان تمشي الغيار اللي بعده. مميزات الفتيس ده انه توفير بنزين خيالي لانه مانيوال في جوهره، بيديك اداء رياضي وتقدر تقلبه مانيوال وتتحكم في الغيارات بنفسك، وده بيدي متعه في القياده. تكلفه اصلاح الاجزاء الميكانيكيه رخيصه جدا لان التروس نفسها هي تروس المانيوال، فكانك بتصلح فتيس مانيوال. طب عيوب الفتيس ده ايه علشان تاخد بالك منها؟ وحده الاكتويتور، وده اللي هو الروبوت اللي بينقل الغيارات، لو باظت تصليحها او تغييرها بيبقى مكلف جدا ومحتاج ميكانيكي بروفيسير في الفيات، ومش اي حد بيمد ايده في الفتيس ده. وكمان الفتيس ده بيكره الزحمه او المشي ببطء شديد في الزحمه لفترات طويله، لان الدبرياج بيسخن زي المانيوال بالظبط. وبالنسبه لاعاده البيع في مصر طبعا الناس بتخاف منه وبتقلق من اعطاله، فبيخلي بيع العربيه ابطا شويه من الهيونداي والنيسان. طيب ليه تشتري الفيات بونتو ايفو؟ لو عايز عربيه شيك بمتعه قياده اوروبيه واستهلاك بنزين هو الاقل في القايمه، تبقى هي دي. العربيات دي احنا اخترناها على اي اساس؟ المقارنه كانت بين كيا، هيونداي، نيسان، رينو، ميتسوبيشي، شيري، والنتيجه طلعت كالتالي: العربيات الاوفر في البنزين رينو لوجان ونيسان صني، العربيات الاكثر اعتماديه ميتسوبيشي لانسر، شارك، وتويوتا يارس، العربيات اللي هي قيمه مقابل سعر الهيونداي الانترا اتش دي والشيري اريزو 5. بالنسبه لتوافر قطع الغيار بسعر رخيص كانت النيسان صني والهيونداي فيرنا. في النهايه الميزانيه دي من 400 ل 500 الف بتخيرك بين طريقين: طريق الراحه نيسان صني او هيونداي اتش دي، قطع غيار رخيصه وسهوله بيع، او طريق القوه لانسر شارك، اعتماديه وموتور يعيش. نصيحه اخيره: مهما كانت العربيه اللي اخترتها شكلها نظيف،
الكشف الفني في مركز معتمد أهم من الفلوس اللي هتدفعها، وما تشتريش بكلمة فابريكا من غير ما يطلع تقرير فني يقول الكلام ده، وسيبك من الجهاز والقلم اللي بيتباع على الأرصفة بتاع كشف الفابريكا، كل ده بلح واشتغالات. وكل الناس اللي سارحين في سوق السيارات أو في غيره في المعارض وماسكين قلم وقاعدين يقيسوا البوية بتاعة العربيات، ده كل دي اشتغالات. اشتري صح عشان تبيع صح. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وسبسكرايب، وانتظرني في الفيديوهات الجاية علشان نكمل باقي السلسلة. وقول لي في التعليقات لو معاك 500 ألف جنيه تركب إيه من ال10 دول؟ أشوفكم على خير، سلام.